كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة. منورين العالم تاعنا حبايب قلبي. نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ودعواتنا في كل فيديوهاتنا لكل البلدان المضطهدة والمنكوبة واللي فيها حروب واللي فيها موتى وجرحى. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم اشفي جرحاهم وارحم شهدائهم، اللهم امين يا رب العالمين. اهلا وسهلا بكل اخواننا واخواتنا اللي انضموا معنا جدد في القنوات متاعنا. نورتونا واسعدتونا وشرفتونا بوجودكم، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. إذا عجبكم محتوانا ما تنسوناش طبعا باشتراك وتعليق وسبسكرايب باش يجيكم كل جديد منا. أهلا وسهلا بالجميع حبايبي مرة أخرى. ما زلنا في شهر أول شهر في السنة. كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأيامكم بيضاء مثل هذه الثلوج التي نزلت في باريس أخيرا، وخصوصا يوم الأربعاء 7 يناير من هذا الشهر، يعني شهر جانفي 2026 كان من أروع الأيام. بدأ تساقط الثلج قبلها بيومين بكمية بسيطة، ولكن يوم الأربعاء 7 يناير كان من أروع الأيام ومن أجمل الأيام اللي عاشوها الباريسيين في هذا اليوم. باريس كانت بحلة جميلة جدا، حلة بيضاء كاملة في كل مفيش ولا مكان مفيش ثلج بيانسير إلا بيوتنا. كانت درجة الحرارة 7 تحت الصفر يومها. كان يوم جميل، ورغم ذلك الكل سكان باريس طلعوا من بيوتهم، استمتعوا بهذا اليوم الجميل، مع انه هذا اليوم كان حذر من طرف الدولة انه ناخذوا حذرنا اذا في اطفال، يعني بلاش يروحوا للمدارس. الناس اللي بتشتغل واللي تقدر تشتغل من بيوتها تظل في بيوتها مشان تشتغل من بيوتها. نحاولوا قدر المستطاع ما نخرجوش من بيوتنا في هذا اليوم. كان في تساقط الثلج كامل اليوم، تساقط الثلج يوميها. بالنسبة للباريسيين كان يوم رائع، يعني راح تشوفوا عبر هذا الفيديو بعض الفيديوهات اللي صورتها، بعض الفيديوهات اللي صوروها أشخاص أخرى. كانت باريس في أجمل حلة بهذه الثلوج وبهذا البياض الرائع، رغم أنه خطير نوعا ما، ولكن حتى واحد ما تقريبا كلنا استمتعنا بهذا اليوم. أنا شخصيا كان عندي عدد من المواعيد يوميها، ومواعيدي كانت قبلها بأسبوع لهذا اليوم، ورغم ذلك طلعت ومشيت للمواعيد تبعي وتجولت في مناطق كثيرة، وابتعدت حتى على مكان سكني. استمتعت بهذه المناظر. باريس قليل جدا باريس يتساقط فيها الثلج، تتساقط فيها الثلوج، ويوم اللي يكون يتساقط فيها الثلوج تتغير تكون أجمل من اللي كانت. هي جميلة جدا باريس على فكرة، من المدن اللي أكثر سياحة في العالم، رغم أنه كان يوميها برد شديد وبرد قوي
ولكن أنا شخصيا استمتعت بالمناظر اللي شفتها، استمتعت بالمشي على الثلج، استمتعت بالناس بالأطفال اللي بتلعب برا مع أوليائها، استمتعت بمشاهدة نزول الثلوج وأنا أتمشى في الشوارع زي ما انتم شايفين. حتى الشرطة بتمزح مع الشباب وتترامى بعض الكور الثلجية. كان يوم جميل جدا جدا، بارد فعلا ولكن كان يوم ممتع. وفي العادة قليل جدا تتساقط الثلوج في باريس بهذه الكمية اللي انتم شايفينها واللي احنا شفناها وتمشينا فيها. يعني بالنسبة لباريس شيء غريب على فكرة. هذا المنظر اللي قاعدين نشوفه فيه هو انا اخذتكم ليه، هو في المنطقة 18 من باريس. حتى في مرة من المرات مشيت تقريبا اكثر من 10 كيلومتر مشان اوصل لهذا المكان، وكانت معنا نوسة اذا تذكروا. الأماكن، المناظر كانت جميلة، اللباس كان كله مغطي بالأبيض، الدرج كان كله مغطى بالأبيض. كان في بعض الأماكن بتزلق يعني اللي نقدر نقع فيها لأنه الثلج ذاب شوي. وصلت باريس والباريسيين وصلوا أنهم تزحلقوا على الثلج الحقيقي في باريس، وهذا شيء كان ممتعا جدا لما تشوف أشخاص في الشارع حاملين آلات التزحلق على أكتافهم. وين رايحين؟ مش رايحين لمون بلان أو رايحين للأماكن اللي تتساقط فيها الثلوج، اللي هي الأماكن أكثرها الشمالية الشرقية. ولكن في باريس قليل جدا أن نشوف هذه الكميات من الثلوج. على متن القطار أو المترو كان منظر جميل أكثر من روعة بصراحة. اللي ما شافوش ممكن ما يصدقوش. وأكيد يعني في بلدان كثيرة بتنزل وتتساقط فيها الثلوج. بالنسبة لباريس مش عارفة من كم سنة ما نزلش بمثل هذه الكمية من الثلوج. أنا أتذكر من أكثر من 20 سنة أو 25 سنة كان في برد قارس كثير، وكان في ثلوج، وكانت قطرات المية من الحنفية بالثلج. يعني الصورة دي ده السين، يعني على ضفاف السين اللي أصبح مكان للتزحلق على الثلوج. نهر لسين اللي انتوا عارفينه وشفتوه عدد من المرات معي، كان لتزحلق على الثلج. وجدت مكان جميل ومكان هو قريب لإدارة شغلي، مكان أتدفى فيه زي ما بيقولوا مع شوكولا زي ما انتم شايفين، شوكولا شو. وكان عليه رجلي غطاء اللي حبيت أفرجيكم أنه في المقاهي، في أغلب المقاهي في الشتاء في هذا النوع من الغطاء مشان نغطي رجلنا زي ما انتم شايفين، الغطاء الأبيض، وعلى الكرسي فيه زي الفرور. هذا هو الغطاء اللي هو على رجلي لأنه كان برد قارس جدا. أكيد وبدون شك يعني أنتم يعني تتخيلون هذا المنظر لو كنتم معنا. كان منظر جميل، كان منظر رائع، استمتعت واستمتعوا كل سكان باريس بهذا المنظر وتساقط الثلوج في هذا اليوم الجميل اللي هو يوم الأربعاء 7 يناير
من سنة 2026. وانتم عارفين ماذا يعني لي رقم 7 في حياتي. أنا أتفائل بهذا الرقم. هذا الرقم جاء يوم الأربعاء كذلك، وهذا اليوم أكيد طول عمري أتفائل به، لأنه يوم مولدي يوم أربعاء. أنا اتولدت يوم أربعاء، وعيد ميلادي لهذه السنة سوف يكون يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. جهزوا حالكم. كل سنة وأنا طيبة، كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وإحنا طيبين في بيت العز إن شاء الله. وعلى فكرة رقم 7 من الأرقام المحبوبين عند الله، 7 سماوات 7 أراضي. أيضا تكرر رقم 7 في عدد كبير من السور في القرآن الكريم، وهذا لا يخفى على أحد. أنا أعتبر أن هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى، أن يكون يعني ممكن ربع العالم بهذا البياض الناصع والشديد النصاعة اللي فعلا نازل من السماء، يعني كبراءة الطفل، لأنه الطفل لما يتولد بريء وناصع. أكيد هذه الرسالة لنا لخوفنا على بعض، ورسالة لنا للأمن والأمان مع بعض، نحافظ على بعض، نساند بعض، نحط الإيد في الإيد مع بعض، نكونوا فعلا متحابين في الله مع بعض، قلوبنا بيضاء كمثل هذا البياض الموجود على الفيديو في يوم 7 رقم يوم الأربعاء، ورقم 7 من الأرقام المحبة إلى قلبي، أكيدا إلى العديد منكم. حبيب قلبي، شكرا لهذه المتابعة. مع السلطانة هيام في كل مكان. نلتقي لنرتقي. خلوا السعادة عادة والتفاؤل أسلوب لحياتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله.